السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا اليوم. ما شاء الله غنشارك معكم واحد المسمنات ديال الزرع تيجيو رائعين صراحه. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال المعده ما تيبغيو المسمن ما تيقدروش ياكلوه، هادو راه زوينين، كيجيو ناشفين وكيجيو بنان بزاف. الا جربتهم راه ما تبقاوش تاكلوا المسمن ديال الدقيق الابيض، هادو راه كيجيو رائعين. بسم الله على بركه الله. كنتمنى من الله الاخوات يبقاو معايا كاملين حتى الاخر ديال الفيديو. عندي هنا جوج زلايف ديال الدقيق الكامل، الدقيق ديال الزرع اللي تيكون بالنخاله ديالو، تنخليوه بالنخاله ما تنحيدوش ديك النخاله. كما كنجيبوهم كما جبتهم من الطحونه، انا طحنت على يديا كما جبتهم من الطحونه، عجنت به رغيفات. كما قلت لكم جوج زلايف ديال الدقيق الكامل وزلافات ديال الدقيق الابيض، داك الدقيق اللي تيكون حر شويه ماشي الدقيق اللي تيكون رطب. صافي كندير واحد المعلقه ديال العسل، كندير شويه ديال الملحه عادي بحال كنعجنو مسمن عادي، وكنعجنو بالماء ديال الروبيني. هكا كنخلطوا العجينه ديالنا، كنعجنوها بحال كنعجنوا العجينه العاديه. هو العجينه ما نكثروش فيها الماء، نخليو العجينه تكون شويه شاده في راسها باش كيجينا المسمن زوين. ما نديروش العجينه مطلوقه بزاف، كنخليو العجينه تكون شويه شاده في راسها. صافي كما كتشوفوا معايا غنعجن العجينه ديالي هكا ندلكوها. هي كتبغي الا بغيناها تجينا ناجحه زوينه، العجينه تجينا زوينه كندلكوها حتى كنحسوا بالعجينه هكا بدات طلقات لينا في يدينا مزيان. هكا كنحسوا بالعجينه بحال بدات كطرطق لينا. كما كنعرفوا كامل العجينه اللي كتكون مدلوكه كتكون ناجحه، ملي كنبقاو نعجنوها ندلكوها كتبقى دير لنا واحد، كتبقى تشكل واحد هكا الفقاعات. صافي هنا من بعد ما حسيت بالعجينه بلي دلكتيها ماشي بزاف، واحد 6 ديال الدقائق كنبقاو كندلكوها شويه. صافي وكندهنها بواحد شويه ديال الزيت وكنغطيها. انا راه هاد العجينه عجنتها فاش كنت كنصاوب الغداء في الصباح، يعني ملي كنت كندير الشقه ديال الصباح عجنتها غنديرها في واحد البلاستيكه وغنخليها من الصباح، يعني عجنتها تقريبا مع ديك 11 حتى مور العصر عاد نوض صاوبتها نكسكروط. ولقيت العجينه مطلوقه زوينه كما كتشوفوا معايا هنا. فاش مشيت العجينه لقيتها دلكت. وبزاف ديال الاخوات كيقول لك هكا المسمن ديال الزرع كيتقطع عليهم. جربوا هذه الطريقه وغتشوفوا راه كما شفتوني راه انا مكثره الزرع اكثر من الدقيق الابيض. كنخليها قلت لكم خليتها راه من تقريبا من 11 ونص هكاك 11 حتى نمر العصر عاد نوض كنشكلها. من بعد ما مشيت العجينه لقيتها هكاك مدلوكه مزيان، وليت عاوتاني ديتها وجبتها كما شفتوا معايا ديتها وجبتها بيديا بحال هكا. صافي وليت غطيتها بديك البلاستيكه على ما نوجد الزبده، على ما ندوب الزبده وداكشي. من بعد صافي كما قلت لكم غطيتها بواحد البلاستيكه تقريبا شي 10 ديال الدقائق على ما ذوبت الزبده ووجدت داكشي اللي غنحتاجو. صافي ورجعت كنقطعها كنشكلها بهذا الحجم هذا. كل وحده دير الحجم اللي بغات ديرهم كبار كيجيو كبار زوينين، اللي بغات ديرهم صغار ديرهم صغار. انا درتهم صغار ما درتهمش كبار بزاف، ولكن صراحه هاد الرغيفات كيجاو ما نقول لكمش راه جاو زوينين بزاف. كنتمنى من الله اللي سبق لدقتهم عندي، راه بزاف البنات العائله ديالي وخواتاتي وشي كاينين عندي هنا في القناه كيشجعوني حتى هما كيتفرجوا لي الفيديوهات. اللي سبق لدقت هاد الرغيفات عندي وعجبوها دير لي كومونتير وتقول للاخوات باللي الرغيفات واش زوينين ولا ما زوينيش. المهم هنا كما شفتوا معايا غنوجد باش غنشكلوا الرغيفات ديالنا. عندي هنا الدقيق ديال الزرع اللي كما الطحين اللي عجنت به ديال النخاله، غندير فيه واحد راس معلقه ديال خميره الحلويات، وعندي الزبده دايبه، وعندي الزيت. صافي هادو هما المكونات اللي غنطلق بهم الرغيفات ديالي. صافي كنخلطوا ديك الخماره مع الطحين. ديك الخماره اللي بغات ما ديرهاش هي كتساعد لينا الرغيفات كيتنفخوا لينا ملي كنكونوا نطيبوهم. هنا الرغيفات كما شفتوا معايا غنغطيهم ببلاستيكو وغنبدا دابا يعني نشكل فيهم غير باش ما يديروش لينا ديك الجلده اللي كدير فوق هكا فوق المسمنات، ما يخسرش لينا هكا المسمن ديالنا. كنغطيهم كندهنوهم بزويته وكنغطيهم بلاستيكه باش تبقى لينا العجينه ديالنا تبقى لينا طريه. صافي هنا نبدا نشكل فيهم كيجيو ساهلين ما فيهمش تمارد. الرغيفات مسمنات ديال الزرع ساهلين ما تيعذبوناش في الخدمه، والخدمه ديالهم ماشي قاصحه، يعني ماشي ما ساهلين. ملي كنبغيو نطلقوهم بسهوله كيطلقوا لينا وكيطيبوا بسهوله، ما كيديوش لنا الوقت بزاف.
صافي هنا كنطلقهم، كنرش شويه ديال الزبده في الوسط وشويه ديال الدقيق اللي عندي فيه الخميره الحلويات صافي، وكنبقى نشكل فيهم حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. انا راه عندي المقله كبيره، غنشكلهم كاملين عاد نبدا نطيب فيهم حتى المقله كتهز لي 3. يعني ما اللي عندها المقله صغيره وغتقطعيه بوحده بوحده كي توصل يعني واحد النص ديال الكميه تبدا طيب، حيت العجينه اللي طلقت بزاف ما كتخسر لينا. ما نخليوهاش حتى تنشكلهم كاملين. انا خليتهم حتى يعني حتى شكلتهم كاملين، عديت كنطيب فيهم كما قلت لكم عندي المقله كبيره. صافي انا غنبقى غادا بنفس الطريقه كما كتشوفوا معايا العجينه يعني ما كتقطع ما والو. داكشي انا مبغيتش نقطع معكم الفيديو، العجينه كتمشي لينا بسهوله، كنطلقوا بيدينا ما كتقطع لينا ما والو. يعني كنطلقها مزيان حتى كيبان سطح العمل كما كتشوفوا. بزاف الاخوات في واحد الفيديو كتحطيتو قالوا لي بلي حنا العجينه كتقطع لينا. ديروا هاد الطريقه هذه اللي درت معكم انا، راه ما تقطع لكم العجينه ما والو. غير في الاول كندهنوا بشويه ديال الزيت، ما نديروش الزبده حيت الزبده الا درنا الزبده كاملين كنكونوا نطلقوا في المسمنات العجينه كتلصق لينا وكتبقى تقطع. في الاول كاملين بغيو نطلقوا العجينه ديالنا كنديروا غير الزيت، الزبده نديروها غير في الوسط سطح العمل، ما يكونش عندنا فيه الزبده باش العجينه ما تلصقش لينا في هكا في سطح العمل وتقطع لينا. صافي هنا كملت كما قلت لكم الكميه اللي عندي كامله. غنغطي البلاطو ديالي اللي فيه المسمن وغنبدا نطلق اللي طلقتهم الاولين هما اللي غنبدا نطلق فيهم. المقله عندي كتسخن، مقله سخونه تكون سخونه مزيان، كندير فيه واحد رشه ديال الزيت، غير رشه خفيفه ديال الزيت كنديروها هكا في المقله، وكنبدا كندير فيهم كنطلقهم وكنديرهم في المقله. ما نرقهمش بزاف يعني شويه نخليهم ما يكونوش رقاق بزاف. صافي غنبقى غاده بنفس الطريقه حتى نكمل. وتبارك الله راه غير جوج زلايف ديال الزرع وزلافه ديال الفرصه عطاتني تبارك الله كميه ديال الرغايف ما شاء الله. كميه درنا بهم كسكروط وخليت الباقي اللي بقى عاوتاني مره اخرى ان شاء الله. اللي بغات نتوما اللي بغات تحتفظ بهم في المجمد ما طيبهمش طيبه كامله، دير لهم غير نص طيبه، واللي بغات تاكلهم في نفس النهار طيبهم يعني طيبه كامله. اللي بغيتو تحتفظوا بهم من الاحسن ديروا معايا نص طيبه باش ملي كتبغيو تسخنوهم يلا كيبقى لكم الوقت فين هكا تسخنوا حتى يلا كيزيدوا يتحمروا كيولي اللون فيهم هو هذاك. هانتوما كتشوفوا معايا في الاول كنديروهم يلا كتشمع لينا الرغيفه كنقلبوها على الجهه الاخرى، كنبقاو غاديين بنفس الطريقه كما كتشوفوا معايا حتى كنكمل الكميه اللي عندي. هنا ما كنحتاج نرش لا زيت لا والو، حيت هما فيهم ديك الزويته والزبده اللي فيهم في الداخل صافي ما كنحتاجوش نرشوا ليهم الزيت. والمقله تكون العافيه تكون ما تكونش مهيله وما تكونش مجهده بزاف، العافيه تكون هكا يعني متوسطه. وهادو هما المسمنات ديالنا تبارك الله. ما نعاودكمش كي جاو صراحه راه كيجيو بنان بزاف. كنتمنى من الله تجربوهم تردوا عليا اخبار في الكومونتيرات كي جاوكم، وشكرا لكم بزاف. كنتمنى من الله اللي دخلت عندي جديده القناه ديالي اختي عافاك ما تنسانيش بالاشتراك الا شتي الا داز عندك هذا الفيديو دخلتي القناه ديالي ما فيها بس لا اشتركتي معايا، وشكرا بزاف.